سلام عليكم، كيف حالكم؟ ان شاء الله بخير اعزائي المشاهدين. والله فجيتون علي، انا كل يوم يا صراحه من تخلص الحلقه تفجون علي، ما اعرف وانا ولي، ما اعرف وانا هيد. كيف حالكم؟ ان شاء الله طيبين، وصيام وياكم ان شاء الله تعودتون عليه وصار سهل ان شاء الله، صحر لكن ان شاء الله كل هذا عند رب العالمين. ان شاء الله اليوم نقدم اليكم طبخه مسكتة. صراحة أنا عندي طبخة بلاوي اللي هي وش تتوقعون؟ يلا، هامور. ذاك اليوم سوينا مكبوس الهامور، الحين هذا أخوه صالونة هامور. ما شاء الله هبرة الهامور، تارس ما شاء الله. زين، اليوم إن شاء الله طريقتنا نقدمها إليكم وإن شاء الله تنال إعجابكم. عندنا الله يسلمكم المكونات الرئيسية اللي هو الهامور، وعندنا العيش أنا نقعته كيلو عيش، وعندنا البصل مفروم فرمته، وعندنا الطماطة 3 طماطيات، وراس فوم اللي هو الفوم. انا بعد هرسته علشان لا يتعبني، يكون انتم بعد اخذتون جميع المقادير وسجلتونها. اللي هو عندنا الكزبرة اللي هو التابل، والشبند اللي هو الحشيش، بدنا نسمي للحين ناس يسمونه حشيش، وعندنا فلفل اخضر بارد، وانا عندي شويه بعد فلفل اصفر حطيته وياه حق يطلع لون، يسوي يعني الصالونه مسكته بالالوان قزقزه. وعندنا اللي هو الفلفل، تحبونه مقطع تحبونه بالطول على راحتكم. وعندنا الله يسلمكم البهارات الصحيحه اللي هي دارسين، وعندنا فلفل حدج، فلفل هذا اسود، وعندنا كمون، هذا كله بهارات صحيحه. وعندنا هيل، وعندنا مسمار. انا احب صراحه في الحمصات يطلع الطعم غير طبيعي اذا حطيتون هذا حمصتون وياه البهارات الصحيحه غير طبيعي. وعندنا اللومي اليابس، وهو المعجون الطماطم اللي هو الصلصل، وملح خشن. وعندنا البهارات المطحونة اللي هو المعتاد عليها الكركم، بزار مطحون، لومي مطحون، وفلفل مطحون. انا اول شي باخذ الهامور شوي بابهره وبس بحمصه شوية عشان ياخذ طعم ماله يلدهن، عشان لا يتفتفت علينا في الغلاي ماله. باخذ بس بهارات شوي بس خفيفة بهارات، لانه هو اوريدي بعدين باحط بهارات عليه. باحط كركم نص تقريبا كمچة، وبزار كمچة، وليمون كمچة، وهذا الفلفل الحار نص كمچة. بخليه وبس، بخليه شوية ياخذ البهارات ماله، وعلى طول بحطه في القدر. بس بخليه بس يتحمص شوي علشان لا يتفتف إلي بعدين. وحتى الدهن بعد تاخذ ريحة البهارات، تصير البهارات بلاوي، ريحة غير طبيعية. كذي تقريبا بارز، راح اغسل ايدي عشان لا يطلع وز القدر. وعلى طول احطه في القدر. انا محمص الدهن محمرنه يعني خلنا يحتر، وعلى طول داخل. الهامور لا تخلونه يستوي، لا بس تحمير خفيف علشان ياخذ وش يسمونه اللون ماله ويتماسك، عشان لا يذوب علينا يتفتفت في الصالونه. انا تذكرت الحين مثل حليو، وللحين انا اقوله. يقولون
مد رجولك على قد الحافظ. في بعض القرى مثل راس رمان وعندنا المنطقة الشمالية يقولون مد ريولك على قد الحافظ. يعني احترامي إليهم صراحة، أنا معتز بهم لأنهم ما تركوا لهجتهم الأصلية. المهم ما علينا، يعني المثل مو يقول لك روح مد رجولك يعني روح اشتري لك لحاف طويل، لا، احنا فاهمين هذا غلط. مثلا انت معاشك هالقد 350 دينار، مو تروح تشتري، يعني مو كلهم ناس 350، لا، في ناس رواتب اقل، يعني تروح تشتري لك سياره بديك الحكايه وتخلي عليك ديون ويشتري لك ايفون وما شابه ذلك، لا، انت يعني اقنع بالقليل، الله رازقنا اليك، وان شاء الله تعيش حياه جميله وكلها سعاده وخير وهناء وصفاء وكل الاسامي. ما علينا الحين. رايح انا اقلب الهامور، اخلي بس القلبه الثانيه بس تقريبا اخذ التحميصه مالته. شوف كيف ان شاء الله، صراحه منظر كلش روعه بلاوي. بس اخليه بعد دقيقتين وعلى طول رايح اشيله واحمص البصل. بس الحين بس انتظر بس دقيقتين لما يتحمص، ورايح اشيله ورايح احط البصل وجميع المكونات، وان شاء الله بعد شوي رايح تشوفون. بعد تقريبا دقيقتين انا راح اشيله وتحمر ما شاء الله. شوف هذا اللون اللي نبغاه، هذا هو اللون المطلوب. انا الحين رايح اخليه على جنب واخلي البصل لي 3 بصلات مقطعنهم، واخلي عليهم البهارات الصحيحة. فلفل حدج ربع كمشة، كمون ربع كمشة، هيل ربع كمشة، مسمار ربع كمشة. لا تخافوا مو سريع، هذا بس ده وانتم تالي سجلوها وكل شيء بتعرفون ان شاء الله. وهذا عودين والليمون داخله، وحرك بس تحريكه خفيفه وخليه يحمر، لان هذا ريحه البهارات اللي في الدهن امتصته، وحنت البصل راح يشربه بعد. وبتشوفون عقب تقريبا لما يتحمص، مو تسوون حمصله غامقه، لا، بس تحمير خفيف. عقب 10 دقائق ان شاء الله رايح نراويكم كيف رايح يصير لون البصل. خلكم ويانا ولا تروحون، ها، بس انا بغطي وبقعد اطالعكم 10 دقائق، مو واجد، ترى انا احبكم، من حبي لكم بقعد حتى طول اليوم وياكم، انتظروني شوي. بعد 10 دقائق استوت الحمصة، وهذا لونها اللي نبغاه، هذا اللون اللي نبغاه أنا، تحمير خفيف مو واجد. وعلى طول الحين بحط الكزبرة اللي هو التابل والشبن، وبحط الفوم ويا الطماطة كلهم مع بعضهم البعض، وبحط الفلفل البارد والحار، وبقلبهم شوية بس، وبحط البهارات الحين اللي هو المطحونة. عندنا كركم كمشة، وعندنا بزار مطحون كمشة، وعندنا اللي هو اللوم المطحون
نص كمشة لأن فيه لومي، والفلفل ربع كمشة لأن من قبل حاطنا فلفل، وبحط الحين اللي هو 2 كبار، قصدي 2 صغار ملح خشن، وبس رايح اقلبه. عقب 5 دقائق رايح احط المرقه مالت الماء، بس اخليه يتبل شوي ان شاء الله. عقب 5 دقائق رايح نشوف لوين وصل. بعد ما دبل تقريبا 10 إلى 7 دقائق رايح احط عليه معجون الطماطم كامل، 1.5 حبة يعني من الصغار. وقلبه بس شوية خليه يتماسك مع بعض البعض، واحط الماء على طول. الماء هذا 1.5 لتر تقريبا ماء علشان يغطي الهامور. بس ريحتها بلاوي، طعمه مو طبيعي. واحط البصلة بس حق منظر. واكل هامور يلا طب رويسي. الفانية بعد هذه وش يسمونه قلابي، على قلابي اخاف لا اعفسنا بعد، ها على قولتنا على راحته. ونخلي الى تقريبا 20 دقيقة ان شاء الله. عقب هال20 دقيقة رايح نقدمه اليكم. تقريبا بعد 20 دقيقة الصالونة استوت. انا رايح ابند على النار، على الشولة، على الضوء. يا الله كم هو رائحته زكية. خوش هامور صراحة. انا بس باشيل الهامور بحطه على جنب هني، وبعدين بحطه فوق البادية. ما شاء الله. انا بس رايح اراويكم الهامور كيف رايح يصير. بس خلي بس هذا بعدين عشان لا يتفتف عليه، بس اراويكم المنظر ماله. ورايح اغرف به. اجيب مني الصالونة. إليها عدة طرق. ناس يحبون يحطون فيها صبار حامض له تمر هندي، في ناس يحبون يحطون فيها بامية، وفي الأوليين يحطون يسمونه قروف. مو قروف هذا مال النخيل، لا، القروف اللي هو أول ما تطلع الرمانة صغيرة يشيلونها ويطحنونها ويحطونها. هي الصالونة يسمونها قروف، أو قشور الرمان يطحنونها يحطونها فوق الصالونة يسمونها صالونة سمك بالقروف. وهذه تقريبا صالونتنا واستوت، وإن شاء الله تكون عجبتكم. أنا صراحة لعابي قام يسيل، والفلفل والألوان مالها بعد مو طبيعية. الليمون نحطه بعد اللي هو اللوم الأسود، ألوان متناسقة ما شاء الله. الريحة مي طبيعية بلاوي. رايح اجيب الهامور احط على جنب واحطه. وان شاء الله يكون نال على اعجابكم وحسن رضاكم. اهم شيء على قولة المقاولين رضاءكم هو هدفنا. احنا بعد رضاكم هذا هدفنا، يعني شيء مقاولين احسن منا. حشروا مع الناس عيد. وهذه الصالونة الهامور واستوت، وان شاء الله صحة وعافية. احنا نخليها على جنب ونروح نسوي العيش الابيض اللي هو المو ملح، الخشكة، الشيلاني، بكل اللغات بكل اللهجات. تعالوا شوفوا كيف راح نسوي العيش. انا خب سويت الماي حطيته في القدر وخليته يطبخ علشان لا ياكلني الوقت، وانتم بعد لا تستملون من شكلي، اعذروني يعني. المهم
العيش الابيض له المو ملح الخشكة انا باحط فيه بس شوية نكهات، دارسين نص عود، والله يسلمكم له الهيل 3 حبات، ومسمار 8 إلى 7 حبات، والملح له 3 صغار أو 1.5 كبيرة، وخليه. وعلى طول أحط العيش في القدر. بس رايح شوية أشيل هذا إنه حرام ينقط. رايح أدوره بس دورة خفيفة وخليه يغلي، وعقب الغلاية على طول رايح أنشفه، وإن شاء الله أسكره بس 10 دقائق، وإن شاء الله نقدمه إليكم. أنا بس الحين بخليه وبراويكم كيف النشفه وراويكم كيف نسكره، وعقب نقدمه لكم ان شاء الله. بس لحظات وانتظرونا. تقريبا العيش بعد 5 دقائق استوى، انا رايح اصفيه. وانقص على الضوء واخليه يتسكر. رايح اجيب شوية دهنة زيت واخليه بس عشان لا يتلصق. احطه رايح حركة واجيبه احطه على النار على القدر، ولا في القدر يطلع الملاس. تحبون بعد تحطون عليه زبدة يطلع بعد رهيب. في ناس ما تحب الزبدة، في ناس ما تحب بعد تحطون عليه كشمش، هذا الحب الرمان بعد يطلع بلاوي. هذاك حق حب الرمان حق المقلي فظيع فظيع. اخليه واخلي شوية بس على كركم، برشة خفيفة بس عشان اللون، وشوية زيت بس خفيف بس عشان لا يعجن لأنه خفف. نحطه كامل نختصر الوقت، انه استمليتون وانا قاعد بالقفشة بالكمشة. نحطه بس الشي بعد حق بس الديكور وزيت بس بحركه بس شوية خفيف كذي عشان تختلط الألوان مع بعضها البعض. ورايح أسكره، يعني أخليه على نار كلش خفيفة لمدة 10 دقائق، وإن شاء الله عقب على 10 دقائق راح ننشبه إليكم ونقدمه مع الصالونة. ورايح تشوفون بعد قليل شنو رايح يصير كيف شكله. بعد 5 دقائق من التسكير من التنشيف العيش استوى والريحة بلاوي، الريحة بلاوي. وأنا رايح أجيب الحين صحن التقديم ورايح ننشبه قدامكم، وخليكم الحين تموتون من الجوع وراح أحمصكم اليوم. ما شاء الله الحبة نفرية اليوم، وكل يوم نفرية مو بس اليوم. ها شو العيش المو ملح حلو الاسم مو ملح، هذا كأنه الاسم حق فيلم. عيش خشكة شيلاني، حليوة الاسامي واجد عجبتني. انا رايح اسوي لي انا افلام باسمي صح له. اشيله على جنب ورايح ازينه بس شوية خفايف
رايح اسوي مروحة بس ما ببين فيها. اهم شيء التزيين، لان العيون تاكل قبل البوز. من شي عيونك ما تحبه حتى لو لذيذ تتركه، لكن لا شيء معدل ومزكرش على طول العيون تاكل قبل البوز. رايح نحط شوية بقدونس، وان شاء الله نشوفكم في حلقات قادمة من مطبخ بلاوي. كان معاكم الشيف بلاوي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلاوي.